سبب تعليق الصفحة: تم منع منشورات الصفحة من الوصول إلى المتابعين، ووجدنا أن صفحتنا قد تم إدراجها في القائمة السوداء، وقد أدهشنا هذا. وبعد التواصل مع إدارة الفيسبوك حول هذا الأمر، تم رفض الطلب عدة مرات بدون أسباب مقنعة. الصفحة المزورة ومن يقف خلفها. خلال الفترة الماضية رأينا العديد من الأنشطة المشبوهة التي تحيط بالصفحة. فوجئنا بظهور صفحة زائفة سرقت اسم وشعار وبعض منشورات صفحتنا، وهذه سابقة لم تحدث مع الصفحات الصومالية الأخرى. في البداية كنا نظن أنها محاولة نسخ أسلوبنا، لكن سرعان ما اكتشفنا أن الأمر كان أكبر من هذا. ضع في اعتبارك أن هناك العديد من الصفحات الأخرى التي تحتوي على نسبة متابعة أكثر منا، وللحقيقة أن صفحتنا مستهدفة بسبب نشاط الصفحة وجهدها في نشر الوعي. عرض مالي ضخم لشراء الصفحة من قبل شخصيات أجنبية. في البداية قامت الصفحة المزورة بدفع مبلغ كبير من المال للإعلان والترويج لأغلب منشوراتها، التي في المقابل منحت الصفحة الكثير من الإعجابات في وقت قصير جدا. وبالمثل في مرحلة البداية والبحث عن الإعجابات، بدأوا بنشر صور سطحية واحتفالية النمط عن الصومال دون قيمة فكرية أو علمية تذكر. على سبيل المثال صور المناظر الطبيعية والعائلات الصومالية، كل هذا من أجل كسب أكبر عدد من الإعجابات والمتابعة وجذب الانتباه. كانت هذه محاولة واضحة منهم للتغطية على صفحتنا وتجاوزها في عدد الإعجابات، ثم المطالبة بأن تكون صفحتهم الصفحة الأصلية. بالطبع كان بإمكاننا استخدام مثل هذه التكتيكات لاكتساب الإعجاب، لكننا نرغب في حمل الحقيقة والتحدث عما هو في مصلحة الشعب الصومالي وإضفاء الرسائل ذات القيمة الفكرية. ثم تفاجأنا بعد ذلك بعرض مالي كبير من قبل رجل أعمال خليجي لشراء الصفحة، وبعد التأكد من هوية الشخص وتجاهله حذف الشخص رسالته. ثم أدركنا بعد هذا أنه لا بد من وجود صلة بينه وبين الصفحة المزورة. الجيش الإلكتروني للإمارات العربية المتحدة. لماذا كنا مستهدفين؟ الحرب ضد نشر الوعي والفكر. بدأت الصفحة المزورة بعد فترة بنشر المشاركات التي تدعم الإمارات العربية المتحدة وتهاجم قطر. عند ذلك أدركنا أن هذه كانت محاولة تحريف جدول أعمال الصفحة وتشويه الغرض الذي تم إنشاؤها من أجله. هل سمعت عن الحملة الإلكترونية المؤخرة التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة ضد النظام الصومالي عبر هاشتاج فرماجو يدمر الصومال؟ هنا تجد المئات من التغريدات كانت تغرد في نفس الوقت وتهاجم الرئيس والحكومة الصومالية، مع العلم أن 99% منها شخصيات غير صومالية، إما خليجية أو شخصيات عربية أخرى. نضع في اعتبارنا هذه الطريقة هي عبارة عن تكتيك مستخدم من قبل العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية، بحيث يتم استخدام حسابات وهمية لتشويه وتضليل الرأي العام. على سبيل المثال، عندما سجنت السعودية الشيخ عبد العزيز الطريفي، وجدنا مئات من التغريدات التي تشوه صورة الشيخ وربطه بالتطرف. هذا التكتيك نفسه استخدمته الإمارات خلال هذه الحملة، وكما ورد في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها العديد من الضباط الكبار العاملين يعملون على تعزيز أجندتها السياسية من خلال حملات تشويه ضد خصومها واستخدام ما يعرف بالذباب الإلكتروني. حرب الإمارات ضد الصومال وتحالفها مع إثيوبيا. قد تسأل نفسك لماذا تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بالصومال، وما هي المصالح التي تكمن وراء هذا الاهتمام؟ أولا، كانت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية تزيد من وجودها في القرن الإفريقي واليمن، أي منطقة باب المندب، والسبب يرجع لأن دولة الإمارات تريد تعطيل طريق الحرير الصيني الذي يعد طريقا استراتيجيا للسلع التي تمر عبر الأراضي الصومالية وجيبوتي والأريترية اليمن منطقة باب المندب، وكذلك للبحث عن موطئ قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية. وكما ذكر الأكاديمي سولومون، فإن الإمارات كانت تعتمد بشكل كبير على جيبوتي، لكن بسبب الاختلافات الأخيرة بدأت الإمارات العربية المتحدة تقترب من إثيوبيا في محاولة لضمان مصالحها.
من خلال تمكين البلاد في منطقة القرن الإفريقي، وهذا مشروع يتوافق مع رؤية أوروبا في مكانة إثيوبيا في المنطقة. مثال آخر على إصرار الإمارات لتمكين إثيوبيا هو كيفية إشراكها في اتفاقية ميناء بربرة، وقد أقنعت دولة الإمارات إثيوبيا بالانضمام إليها، وقدمت لها 19% من حصة اتفاقية بربرة. وهذا يشير إلى الكيفية التي ترى الإمارات العربية المتحدة إثيوبيا كقوة رئيسية في المنطقة. والمستغرب أنه في الجهة المقابلة للنفوذ الغربي والإماراتي وهي الصين تجد أنها تشترك معهم في نفس الرؤية، وهناك شبه توافق أن إثيوبيا هي القوة الأساسية في القرن الإفريقي، وهي صاحبة النفوذ على موانئ الصومال. ولذلك تم دعوة إثيوبيا من قبل الصين للمشاركة في اجتماع ضم الدول التي تمر عليها خط الحريري، ومعلوم أن إثيوبيا لا تملك أي معبر بحري. علاوة على ذلك، أظهرت الإمارات العربية المتحدة عدم اكتراثها بسيادة الصومال، حيث ذكرت أن أرض الصومال دولة مستقلة وتتجاهل الحكومة الاتحادية ودورها بالكامل. في الواقع فإن تجاهل الإمارات لحكومة الصومال الاتحادية يذكرنا بنفس الطريقة التي تعاملت بها المملكة العربية السعودية مع الإمارات نفسها، عندما كانت الإمارات تحارب من أجل الحصول على اعتراف سعودي بتوحد الإمارات تحت حكم إمارة أبو ظبي. كانت السعودية في هذا الوقت تتعامل مع كل إمارة بشكل منفصل من أجل إزالة فكرة الوحدة الإماراتية أو إفشالها، والآن تستخدم الإمارات هذا المخطط السياسي ضد الصومال في خطوة استفزازية متعمدة، شرعية اتفاقية بربرة واللعب على وتر الاستقلال. ذكر رئيس إقليم وكذلك رئيس برلمان أرض الصومال أن اتفاقية بربرة تعتبر رمزا لاستقلال أرض الصومال وسيادتها، في محاولة واضحة ومعتادة من ساسة الصوماليلاند لاستخدام العواطف واللعب على وتر حلم الاستقلال وتشويه القضية دون التركيز على بنود الاتفاقية وما إذا كانت هذه الاتفاقية في مصلحة الصوماليلاند أم لا، أو هل هي على توافق مع دستور الصوماليلاند أم لا.